هل تخيلتم يوما كيف تصنع العطور الفاخرة بطرق بدائية؟ هنا في قلب الهند تبدأ الحكاية بآلاف الورود الطبيعية الفواحة، حيث يجمعها الماستر أو الخبير لتبدأ رحلة تقطير فريدة من نوعها. بخطوات مدروسة يضع الخبير الورود داخل وعاء نحاسي ضخم ويقوم بضغطها بقدميه ليتسع الوعاء لأكبر كمية ممكنة. ثم يأتي السر الأول: شريط من الطين الطبيعي يوضع بعناية حول الحافة لضمان إحكام الإغلاق. الهدف هنا هو منع تسرب أي ذرة بخار ليظل السحر كله بالداخل. رغم بساطة المكان والمعدات، إلا أن السر يكمن في المكونات. فالماء المستخدم ليس عاديا، إنه ماء نهر الغانج الشهير. بعد إضافة الماء يحضر الخبير وعاء يشبه القرع مصنوعا من نفس المادة النحاسية. يتصل هذا الوعاء بأنبوب معدني طويل يمتد مباشرة إلى غطاء الوعاء الرئيسي، مشكلا نظام توصيل متقن. الآن يتم ربط الأجزاء بإحكام تام باستخدام الحبال والطين. إذا وصلت إلى هنا وتعرف ما الذي يتم صنعه، شاركنا برأيك في التعليقات. بعد التثبيت تبدأ المرحلة الأكثر إثارة. أسفل هذه الأواني يوجد فرن تقليدي يتم إشعاله باستخدام سماد الماشية المجفف كوقود حيوي. الحرارة العالية تجعل بتلات الورد تغلي لينتج بخار كثيف يحمل خلاصة العطر النقي. يندفع البخار عبر الأنبوب نحو الوعاء النحاسي المغمور في الماء البارد، وبفعل التبريد يتكثف البخار سريعا ليتحول إلى سائل سحري. نعم، إنها عملية التقطير التقليدية لأثمن المستخلصات. النتيجة: ماء ورد طبيعي 100% نقي صاف وبأريج فريد يأسر الحواس، جاهز ليصدر إلى كل أنحاء العالم. أخبرونا في التعليقات، هل تفضلون العطور الطبيعية أم الصناعية؟